جولتنا النهاردة هتكون من قلعة صلاح الدين عشان نتعرف أكتر على مسجد محمد علي أو مسجد الألاباستر أو مسجد المرمر، أشهر المعالم في القلعة واللي بسببها ناس كتيرة فكرت إن قلعة صلاح الدين هي قلعة محمد. أنشأ محمد علي المسجد في الفترة ما بين 1830 ل 1848 على الطراز العثماني على غرار جامع السلطان أحمد باسطنبول، وده على أنقاض قصر الألبق. استمر العمل في المسجد حتى وفاة محمد علي باشا سنة 1848، ودفن في المقبرة اللي عدها لنفسه بداخل المسجد. المسجد بيطلق عليه اسم الألاباستر أو مسجد الألاباستر أو مسجد المرمر، وده نوع من أنواع الرخام النادر اللي بيكسي جدران المسجد. ولد محمد علي بمدينة قولة بمقدونيا سنة 1882 هجريا 1779 ميلاديا. اتوفى والديه وهو في سن صغير وكفله عمه طوسون أغا، وبعد وفاة عمه تولى أمره حاكم قولة الشرباج إسماعيل اللي أدركه في سلك الجندية، وظهرت عليه علامات الشجاعة والإقدام مما أهلته إنه يحصل على رتبة بلوك باي. وبعد أن أنهى فترة الجهادية اشتغل في التجارة، لكن الأقدار كان ليها كلمة تانية غيرت من حياته خالص، وده لما تم اختياره من ضمن قوة عسكرية عددها 300 جندي ألباني كان هو نائب رئيسها أرسلتها الدولة العثمانية لمصر لإخراج الفرنسيين. وكانت هنا نقطة جديدة في حياة محمد علي. من هو آخر من يموت من الخلائق؟